يا دكتور احمد انا قفشت جوزي يتفرج على افلام اباحيه طول الوقت، بيتجنبني مش عايز يقرب مني، بيستمتع بالمواد الاباحيه وداخل في مود نفسي مرتبط بيه. اعمل معاه ايه؟ انا جاي اقول لك على تيبس عشان تحلي بيها الموضوع ده. ركزي معايا. اول حاجه اوعي تفضحي جوزك. يا عالم يا ناس، جوزي قفشته هو بيتفرج على افلام. اوعي لا تقولي لامه ولا امك ولا اخته ولا عم عبد البواب ولا اي حاجه. الموضوع ده هيخلي في حاجز نفسي بينه وبينك، ممكن يطلقك وممكن كمان يقرر انه ما يرجعش من الطريق ده. ما انت فضحتيه بقى، اتفرج بقى براحتك. تاني حاجه اوعي تعايريه. اول ما تعرفي اعملي نفسك هبله، اعملي قاعده بينك وبين نفسك الاول، يعني بعدها تكلمي معاه بشكل غير مباشر عن رغباته الجنسيه عامله ازاي. ابدأي غيري في روتين العلاقه الجنسيه. الراجل لازم يحصل عنده تغذيه بصريه. انت شايفه شكل البنات بره عامل ازاي؟ اتفرج على التلفزيون ويبص لك، اتفرج على التلفزيون ويبص لك، اتفرج على فيفي عبده ويبص يلاقي عم عبده. فلازم يبقى في جديد، فحاولي تقدمي ليه جو يخليه مستعد في البيت، بالذات لو في بينكم اولاد وفطور في العلاقه نفسها. عارف انك بتسالي نفسك طب هو ليه ممكن يكون بيعمل كده؟ رقم واحد في سبب نفسي انا فاهمه كويس كطبيب نفسي، وهو ان النوعيه دي بيكون عندهم رغبه في التعبير عن انحرافات جنسيه معينه. مواقع الافلام الاباحيه دي تجاره مليارات الدولارات، اهم حاجه بيعتمدوا عليها هي الانحرافات الجنسيه والغرائز المدفونه عند الناس، رجاله وستات. المواقع دي دايما بيحط كل انواع المحرمات اللي ما تخطرش على بالك عشان يستهدفوا عقده فرويد اللي موجوده عند كل حاجه. ولانه للاسف كل حد فينا حتى لو طبيعي وانسان عادي، الا ان كلنا بشكل داخلي عندنا امراض وغرائز. جايز لسه الحياه ما عرفتش ليكي بشكل واضح ايه هي، بس جوزك ممكن يكون في حدث معين تكلي على الجانب ده جواه. 2 ساعات ممكن يكون السبب عدم الثقه بالنفس. هو بيتفرج تخيل نفسه بقى هو البطل القوي الجنسيا انه هركوليز يعني، فيعوض شعور الفضيحه جواه او الضعف الجنسي اللي عنده. بس طب ليه لازم تاخدي رد فعل ناحيه المشكله دي؟ ما ينفعش تتجاهليها برضه. كلامي هنا موجه للراجل برضه، لانك معرض انه يجي ليك ضعف جنسي، ومع الوقت هيحصل عندك حاله ملل من كل شيء. رقم 2 انه ذنب عقاب كبير عند ربنا، محتاج استشارات مع طبيب نفسي. ممكن الموضوع يوصل انه يكتب لك دواء. في النهايه دورك تروحي معاه طبيب نفسي مختص وتعملوا حاجه اسمها الكابل ثيرابي، يقدر يحل الموضوع ده بشكل سري بينكم. ده اللي احنا بنقدمه في جلسات الكابل ثيرابي. فابعتوا لنا في رسائل على الصفحه تعرفوا تفاصيل اكتر عنها. الخبر الحلو انها متاحه اونلاين واوفلاين، يعني ممكن تيجوا وممكن اونلاين. في كمان ورش اعداد لكل المقبلين على الجواز واللي عايزين يأهلوا نفسيتهم ويعرفوا شريك حياتهم. ده اختيار صح ولا لا؟ هنعملها قريب، اسالوا عنها. سلام عليكم.